أهلا بكم في فيديو جديد. قبل أن نبدأ الفيديو سمي الله وصلى على النبي. في الفيديو ده نكمل كلامنا على الأو بي وهنشرح الميثود. فتعالى نعمل مثال، من خلال المثال دوت نطبق الميثود. فأروح أعمل كلاس، أسمي الكلاس مثلا بتاع الكار، وتعالى ندي مجموعة صفات للكار ديت. فأقول مثلا string البراند وint السبيد. طبعا ده هتكون nullable عشان النال سيفتي، عشان كمان أنا حبيت أدي قيم مختلفة لأي أوبجكت عندي. فأنا كده أنشأت كلاس، سميت الكلاس بتاعي كار، واديت مجموعة صفات للكار دي. فتعالى بقى نيجي ننشئ أوبجكت. عشان أنشئ أوبجكت هروح على المين فانكشن، أستدعي اسم الكلاس بتاعي اللي هو كار، وأسمي اسم الأوبجكت بتاعي. هكتب مثلا ماي كار يساوي الكلاس اللي احنا أنشأناه. ولما أجي بقى أدي صفات للأوبجكت دوت، فهكتب الأوبجكت بتاعي اللي هو ماي كار دوت البراند يساوي مثلا BMW. ولو حبيت إن أنا أدي صفة للسبيد فهقول ماي كار دوت السبيد بيساوي 1000 مثلا. فتعالى بقى مثلا نعمل برنت ماي كار دوت السبيد، نيجي نعمل رن. هتلاحظ إن هو مداني قيمة 1000. ليه اداني 1000؟ لأن هي دي القيمة اللي أنا حطيتها في الأوبجكت بتاعي. فحلو أوي. تعالى بقى نتكلم عن الموضوع الجديد وهو الميثود. إيه بقى شبه حوار الميثود دوت؟ الميثود يا شباب ما هي إلا فانكشن، بس فانكشن أنت بتنشئها جوه كلاس. فأنا عشان أجي أنشئ ميثود عندي، هروح جوه الكلاس وأنشئ عندي ميثود اللي هي يعني الفانكشن. فتعالى ننشئ ميثود مثلا. فأروح أكتب void الأكسلريت مثلا أو التسارع، وتعالى مثلا نعمل print للتسارع بتاعي مثلا 500، أي حاجة يعني. فأنا كده أنشأت عندي ميثود، وأنا عايزك تعرف إن الميثود ما هي إلا فانكشن أنت بتنشئها جوه كلاس. بعدين اكتب كده فوق الفانكشن دي كلمة ميثود عشان تكون عارف إن الميثود ما هي إلا فانكشن أنت بتنشئها جوه كلاس. طب المتغيرات اللي احنا بننشئها جوه الكلاس بنسميها ايه؟ بنسميها attributes. يبقى انا عايزك تعرف ان المتغيرات اللي احنا بننشئها جوه الكلاس بنسميها attributes، والفانكشن اللي احنا بننشئها جوه الكلاس بنسميها method. طيب حلو، لما احب بقى ان انا استدعي الفانكشن عندي اللي هي الميثود، هعمل ايه؟ هعمل نفس اللي انا عملته في موضوع البراند والسبيد. هروح اكتب ماي كار دوت الاكسلريشن اللي هي الفانكشن اللي احنا انشأناها او الميثود يعني. فلما اجي اعمل رن كده، هتلاحظ إن هي مديني قيمة 500. ليه اداني 500؟ لأن دي القيمة إن أنا حطيتها جوه البراند. فطبعا بقى حوار الفانكشن ده اللي كنت شرحته في أساسيات البرمجة، فلو أنت منتش فاهم أنصحك إن أنت تروح تتعلمها. وهي طبعا بقى ممكن نعمل هنا نفس الحوار اللي كنا عملناها، نحط هنا مثلا argument أو بارامتر مثلا نيجي نستدعيه هنا في الفانكشن عندنا، نفس الكلام اللي احنا كنا عملناه يعني. فبس يعني ده كان فيديو النهارده. كنت عايزك تعرف بس إن الميثود ما هي إلا فانكشن أنت بتنشئها جوه كلاس، والمتغيرات اللي انت بتنشئها جوه الكلاس اسمه attributes. كنت عايزك تعرف كمان ازاي تستدعي الفانكشن دي. طريقة الاستدعاء نفس حوار المتغيرات اللي انت بتنشئها وبتستدعيها. فهنا عملنا myCard.acceleration. بس يعني الفيديو ده بسيط جدا. فكده هكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى أكون استفدت منه. مع السلامة.